اهلا بكم. طبعا بدءا احب انه احكي فد نبذه مختصره عن عائلتي. اني من اب وام و8 اخوان، ما عندنا خوات. عايشين كنا في منطقه في قضاء خانقين في دياله، منطقه حدوديه اغلب الناس هسه اللي يندلوها يعرفوها. هاي المنطقه تماس مباشر مع ايران. كان والدي نقدر نقول تاجر، يعني تاجر صغير في خانقين، عنده دكان ويعمل بالتجاره. عانى الكثير ابوي الله يرحمه من مشقات الحياه، عائله كبيره 8 افراد، دكان صغير. عانينا حقيقه هاي الفتره اللي من ذاك الزمان وهذا الزمان، الكثير من الامور عانيناها. نبدي نرجع للتاريخ القديم، نبدي نسولف بدايتها. كان اخويا الكبير احمد، تعرف شاب ومقبل الحياه ومراهق، وكان زمن سابق، زمن قمعي وبعثي ومضطهد. فانتمى الى البيشمركه بسنه 72 او 73 اتذكرها، يعني حسب ما لي روايات والدي الله يرحمه. فانتمى الى البيشمركه ضد النظام البائد السابق. هذا اللي انتماء له حقيقه اثر علينا الكثير من المصاعب لعائلتي. فتعرف انت كان الانتفاضه بوقتها هم بال 72 ضد البعث وضد الحزب. فوصلت اخبار انه كان رئيس عشيرتنا الله يرحمه علي بيك، وصلت اخبار من جهاز الامن السابق انه اكو القاء قبض على احمد اخويا، لان كان ينتمي الى البيشمركه، ويا كان ابن عمي جمال موسى. على هذا الاثر رئيس عشيرتنا الله يرحمه وصل الاخبار الى ابويا، قال له يابا ترى النظام البائد والبعثي اليوم احتمال انه يجوكم بالليل يشيلون احمد، واحتمال يشيلون جمال. فبلثنا ابويا راسا عزل دكانه قطيه، اجى لملمنا كنا، صعدنا بسياره بدون ان عرفنا كل شيء ورانا، من اجل انه يحافظ على احمد اخويا وعائلته. طلعنا الى منطقه حدوديه من هناك عن طريق